يا صباح الحلويات على احلى واغلى اخوات، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله الروتين بتاعنا خفيف جدا وبسيط. هنعمل مع بعض محشي فلفل وبصل. لو انتي لسه ما عملتيش محشي البصل يبقى فايتك كتير جدا 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 بصراحة. تحفة. احلى محشي في كل الانواع المحاشي اللي احنا بنعملها، ولو جربتيه هيعجبك قوي قوي. جربيه وقوليلي ايه رأيك فيه. اول حاجة هنجيب البصل هنقشره زي ما انتوا شفتوا كده، وهنقطعه قطعه كده من على الجنب. نافده شويه، وبعد كده هنرميه في ميه سخنه. هيغلي شويه، اول ما نحس ان هو بدأ يتفرغ كده يعني يفتح كده من بعضه هننزله. وهناخده تحت الحنفية، هنبدأ نفتحه ونخرجه من بعضه ونفرغ الورق من بعضه، يعني ايه هنطلعه ورقة ورقة. وهتلاقي طريقة الحشو بتاعته سهلة جدا جدا، هو اصلا واخد وضع الحشو، هو ملفوف لوحده. المهم بقى انا هبدأ اجهز الخلطة بتاعة الحشو. طبعا معايا الرز المغسول كويس جدا ونضيف، وهحط عليه بصلاية متقطعة صغير، وهحط عليه كزبرة وشبت. يعني حلو الخضرة تكون كتيرة طبعا عشان المحشي بيحب الخضرة. وهنزل عليه البهارات بتاعتي، فلفل اسود وكاري وكركم وبابريكا وتوم باودر بصل باودر او اي بهارات انت بتحبيها. وهحط طبعا التسبيكة بتاعتي او الصلصة بتاعت الطماطم بالبصل، وهقلب كويس جدا. ادي البصل بعد ما استوى انا خدته تحت الحنفية زي ما قلتلكوا، وبردته على المية وفرغته من بعضه، او يعني فرغت الورق كده ورقة ورقة. وهبدأ بعد كده احشي طبعا على طول. طبعا الخلطة بتاعتي مظبوطة، ملحها مظبوط. اتأكد ان الخضرة بتاعتي والتسبيكة كمان كويسة علشان المحشي بتاعي يطلع حلو. لو حابة ان انتي تخليه حار او مشطشط ممكن تحطي شطة، ممكن تحطي قرن فلفل حار. لكن لو عندك اطفال اكيد ما انصحكيش بكده. طبعا حشو الفلفل من اسهل الحشوات اللي ممكن تتخيليها، وما بياخدش وقت كتير، بسرعة بسرعة بننجز وبنخلص. غير طبعا الكرنب وغير اي حاجة تانية. خلصت انا بقى حشو، وهبدأ بقى اوقف الفلفل بتاعي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان الرز بتاعي ما يتفضاش يعني من بره وكده. خلاص كده خلصنا. هبدأ بقى احشي البصل. محشي البصل برضو سهل جدا، لو جربتي الطريقة هتعجبك والله وهتريحك. شايفة؟ بصي هو واخد وضع اللفة اصلا. مجرد ما بتحطي الرز بتبدأي تعمليه كده بتلاقيه تلف معاكي لوحده. شايفة سهل ازاي؟ ما بياخدش اي وقت، بسرعة جدا بتلاقي نفسك خلصتي. وكمان ملحوظة ان محشي البصل لما بتحطيه مع اي نوع محشي بيخليه جميل جدا وطعمه لذيذ، لان البصل اصلا يعني نكهة حلوة، فاكيد بيحلي الحاجات اللي حواليه. يعني ممكن تحطيه مع الكوسة عادي، ممكن تحطيه مع الفلفل، ممكن تحطيه مع الكرنب، ممكن تعملي محشي مشكل عادي من كل الانواع وتحطي معاهم برضو بيخليه جميل. بصراحة انا ما كنتش جربته قبل كده، وسمعت عنه كتير فقلت ايه لازم اجربه. جربته لقيته حلو جدا وعجبني. فيعني بصراحة يعني انصحكم ان انتوا تجربوه، لان اللي ما جربوش فايته كتير جدا. وكان اهلي عندي يعني جايين لي وكده وعملته لهم وعجبهم جدا، وعجب امي الله يديها الصحة وبألف هنا وشفا. المهم انا خلصت حشو وحطيت بقى الحلة بتاعتي على النار، هبدأ انزل عليها بالشوربة، وهدي كده من فوق رشة توابل خفيفة، واغطي النار واسيبه يستوي. انا بقى فتحت عشان اطمن عليه، لقيته شرب الشوربه بتاعته، فيعني لقيته لسه ناقص شويه محتاج. فنزلت عليه بنص كوبايه من الميه، لاني ما كانش عندي شوربه تكفي يعني عادي مش مشكله. وغطيت عليه لحد ما كمل سوا. وهنا كان خلاص المحشي بتاعي استوى وانا بغرف علشان ناكل. وكان عندي حتتين فراخ حمرتهم. والحمد لله، الف حمد وشكر لك يا رب. ما تنسيش بقى تحطي لايك وتعملي اشتراك في القناة، واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.